السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متتبعين في الدنيا. قبل ما نبداو في القصة، صلوا على المصطفى وذكروا الله يا ناس الخير. نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما نطولش عليكم، الحلقة ديال اليوم ماشي غير قصة رعب ولا قصة جن. الحلقة ديال اليوم توعوية ومن عند وحدة لطيفة وعفيفة وشريفة في نفس الوقت. سميتها سميتها هدى. وانتم عارفين اي واحد تيتزوج تيتسناو منه تكون عنده الذرية ويجيب وليدات. كتقول انا 8 سنين وانا ما عنديش ولاد، وزيد على هادشي المشاكل مع اهلي واهل راجلي 24 ساعة في المشاكل. هما تيقولوا لي علاش ما عندكمش الدراري، ما خليت الطبيب ما مشيتش ليه، وما خليت السبيطار ما زرته. مشيت لكل بلاصة باش يولي عندي وليدات، ولكن كاع المشاوير ديالي عند الأطباء كانت بلا فايدة وبلا نتيجة. وهذا الشيء هو اللي خلاني نمشي عند السحار باش نولي حاملة ويكون عندي وليدات. واحد راجلي ما تيخلينيش نخرج من الدار بالمرة، وما نقدرش نمشي عند حد، وما نقدرش نتواصل مع شي واحد ونعاود ليه المشكل ديالي. كانت عندي غير تليفون وعندي فيسبوك، وكنت ديما تنشوف الصفحات ديال السحور وداكشي اللي تيديروا الناس باش يوليو عندهم وليدات. لقيت واحد المنشور تيهضر على اللي بغى يتزوج واللي بغى يتفارق وبزاف د الحوايج، وبينها كان كاتب باللي ما ولد اللي ما ولداتش يقدر يخليها تولد. وهادشي اللي كان غلط ديالي من الاول. كان حط الرقم ديالو واتساب، وبما انني انا في دولة وهو في دولة اخرى صيفط ليه ميساج وما جاوبنيش، وبقيت 3 ايام هو ما جاوبنيش بالمرة. مورا 3 ايام جاوبني وقال لي تفضلي شنو عندك، كتبي لي بالتفصيل وغادي نجاوبك في اقرب وقت. بديت نكتب ليه ميساج طويل بزاف فيه معلومات عليا، ولكن ما عطيتوش سميتي ولا سميت راجلي ولا هادشي كاع، غير تاريخ الزواج وبزاف د الحوايج. مورا ما كتبت هادشي كامل وصيفط ليه، جاوبني من بعد يومين وقال لي الشغل ديالك ساهل، صافي الشغل ديالك ولا عندي، ولكن خاصك تصيفطي ليا واحد المبلغ ديال الفلوس. حلفت ليه وأقسمت ليه باللي ما نقدرش نخرج من الدار، ولو كان حدايا ولا قريب مني نقدر نقول نوريه ليه الفلوس ولا نوصل عنده. واعتذر مني وقال لي احنا ما كنخدموش شي حاجة بلا مقابل. كتقول خلاني ومشى، بقيت كنقلب على شي واحد اخر ولكن ما لقيت والو. كاع الناس اللي كاينين كانوا كيطلبوا الفلوس، وفي نفس الوقت ما عنديش صحاباتي باش نتواصل مع شي حد كاين في البلاصة اللي ساكنة فيها ولا بلاصة اخرى. المهم من بعد تقريبا 7 ايام هو رجع وصيفط لي ميساج وقال لي ما بغيتش منك والو، من الرسالة ديالك بان لي بلي خاصك يكون عندك ولاد. وبدا يهضر بزاف د الكلام زوين ومحسوب. ضيقت كلامه بزاف، وموراها قال لي اعطيني سميتك وسميت امك وسميت راجلك وسميت امه. عطيته كاع هاد المعلومات علينا. من مورا غبر تقريبا 3 سوايع ورجع صيفط لي ميساج تاني وقال لي الشغل ديالك غادي تحل، وما بغيتش منك حتى مقابل، غير تدعي معايا فقط. كتقول كتبت ليه ودعيت معاه في الرسالة وخلاني، ومورا يومين صيفط لي ميساج. الرسالة كانت مكتوبة فيها السلام، ومورا السلام مكتوب بلي خاصني نوجد حوايج ونجيبهم للدار ونبدا نديرهم، حوايج نشربهم وحوايج نحرقهم وبزاف د الكلام في الرسالة اللي صيفط ليا. الحوايج اللي خاصني نوجد 7 شمعات لونهم ابيض، وخاصني نوجد الحنة اللي اللون ديالها احمر، وخاصني نوجد طريف ديال الثوب ما ممسوحش بيه حتى شي حاجة وما مستعملش، يعني ماشي تيشيرت ولا شي حاجة بيضة مستعملة.
تكون جديدة بالمرة. و والحرمل واحد النوع ديال البخور كيستعملوه في هاد الأمور. كتقول هادشي كلّو كان ساهل وقدرت نجيبو. كانت واحد الجملة كتبها ليا باش نرددها في واحد النهار وواحد الساعة، وهنا غادي يتم داكشي اللي بغيت. وموراها نولد. وطريقة التحضير كانت موجودة في التالي. من بعد شكرتو وغبر عليا. النهار التاني بغيت نصيفط ليه باش نخدم، لقيتو داير ليا بلوك. قلت يمكن الرقم ديالو مشى ولا يمكن هو اللي دار ليا بلوك، يعني مسحني. المهم غبر من واتساب. ديك الساعة بقيت تنعاود نقرا الرسالة ديالو باش نمشي نجيب داكشي كاملو. نسيت كلام تما نسيت كلام ديال رب العالمين باللي هو اللي تيرزق بالمال والبنون. الله سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال عندنا ولكن البنون ما عندناش. راجلي كان متقبل الوضع بزاف ودا يقول الامر عادي بزاف، ماشي ضروري نولدو. الا ما رزقناش الله اليوم يرزقنا غدا ان شاء الله، والا ما رزقناش بالمره الامر عادي بزاف وطبيعي. ولكن انا بسبب الضغط من الاهل ديالي واهله وقع ليا هكا. مع العلم مشينا عند بزاف د الاطباء وكانوا ذو كفاءات مزيانين، ولكن والو. المهم مشيت وشريت الحوايج اللي كتب ليا في الرسالة، اللي هما حنة لونها أحمر، 7 شمعات بيضين وبخور من نوع الحرمل. كتقول ملي جبتهم وجبت طريف ديال الثوب الأبيض. خاصني نبدا من أول نهار في الأسبوع اللي هو السبت. نشعل الشمعة ونقول كلمة معينة ونخلي هاد الشمعة في شي بلاصة في الحمام حتى تسالي، وماشي ضروري نجيبها كبيرة. كتقول جبت 4 شمعات وبديت كنشعلهم على خاطري باش راجلي إلا ناض وشافها في الحمام ما ينتبهش ليها. خليتها في الشراجم في الفوق وبديت كنشعلها نهار السبت ونقول ديك الكلمة ومن تما ونمشي ننعس. مورا ما تسالي هاد 7 أيام ديال الشمع خاصني نوض للحمام مع 2 ديال الليل ونبدا نجيب هاد الحرمل ونشعلو في الحمام ديال الدار. ملي نشعلو في الحمام ديال الدار نبخر بالحرمل والحنة اللي كاينين وندير الكمية اللي بقات من الثوب في الأرض ديال الحمام. ومورا ما نسالي كلشي الرماد ديال داكشي نجمعو ونديرو على الثوب كله. ومن بعد نعقد داك الطريف ديال الثوب ونخبيوه في بلاصة آمنة بزاف باش حتى واحد ما يوصل ليها. حتى إلا دفنتو في الأرض هادشي هو اللي خلاني نقول ليه فين غنخبيها، ولكن هو كان كاتب نخبيها في شي بلاصة آمنة. كتقول درتها في صندوق وموراه ما كملت هادشي كله. والكلمات اللي قال لي رددهم. طبعا الكلمات عارفاهم ولكن ما غاديش نقولهم لحد حيت هما اسماء ديال الجن وغير 5 د الكلمات في الاخر. المهم مورا ما كملتهم وجمعت داكشي اللي بقى درتها في طرف ديال الثوب ابيض وعقدتها ودرتها في الصندوق. خرجت حفرت ليها في الجردة ودفنتها في الجردة ورجعت بحال الا ما وقع والو. راجلي كان معايا ونعس حدايا والامر كان عادي بزاف. كنت تنوض في الصباح على صوت المنبه ونوبات انا اللي تنوض وهو باقي ناعس راجلي، وتنوض باش يمشي للعمل. النهار الثاني نط والامر عادي بزاف وما كاين والو، غير لقيت راجلي باقي ناعس. ما خرجتش ما خرجش للخدمة كاع. نوضتو وحك وجهو ابتسم وقال لي ما غنمشيش للخدمة اليوم حيت غنمشي للشقة ديالي. قال لي غادي تغبري عليا 15 يوم. كان خدام في شركة ومضطرين يسافروا ويمشيو لشي بلاصة يبقاو فيها 15 يوم على حساب العمل، حيت كان خدام في شركة ديال النفط وكيمشيو لشي بلاصة أخرى يحفروا فيها آبار. ما عرفت شنو. المهم هو مهندس في حفر الآبار. خير ان شاء الله. قال لي دغيا سيري عند داركم حيت الاهل ديالو كانوا حداهم. سيري عند دار الاهل ديالي بصح. وهو مشى يخدم. مشيت عند دار الاهل ديالو
ولكن ما تحملتش الوضعية عندهم بالمرة. كانوا الناس تيهضروا معايا كلام قاصح، اختو الصغيرة كانت كتهضر معايا كلام قاصح، حتى فاش كنكون قاعدة كنتفرج في التلفازة وكيطلعوا شي دراري صغار كتشوف فيا وكتقول لي منين جابوا هاد الدراري. يعني كتلوح ليا الهضرة، يعني كانوا تيجرحوني بالكلام الواضح. عاودت لراجلي وقلت ليه إلا بقيت في داركم غتوقع مشكلة كبيرة بزاف، خليني نرجع للدار ونبقى تما. طبعا تقبل ووافق باش ما يوقعش مشكل بيني وبين دارهم. رجعت لداري وتما كانت أول ليلة بلا راجلي. طبعا كالعادة كملت قاع شغلي وكل داكشي اللي في الدار ومشيت ننعس. ملي نعست حلمت بواحد الشخص مخلط بزاف ولونو أسمر، يعني البشرة ديالو سمرة وشعرو كان ما عرفت شنو كتسميوه نتوما، يعني بحال الملوي، يعني ملوي وكريبي وطويل واصل لتحت. وقف قدامي وقال لي أنا فلان وانت اللي نوضتيني. هنا اكتشفت عليكم أول كلمة قلتها هو سميتو داك الاسم اللي كنعاودو باش حتى حد ما غاديش نعاودو لكم باش حتى حد ما يذكرو. كتقول أول ما جاني وقال لي أنا فلان وانت اللي نوضتيني وشنو بغيتي مني. كتقول في الحلم كاع قلت ليه ما بغيت منك والو، أنا ما كنعرفكش. كتقول كان غير حلم. نط من الحلم مخلوعة ومزعوجة بزاف، كنت كنتنفس بالجهد وكنت ما طايقاش، ما حاملاش راسي بالمرة. حتى في ديك الليلة ما قدرتش ننعس حتى للصباح. طبعا عيط لي راجلي في الصباح من بعد قال لي كيفاش الأوضاع في الدار، ياك بخير؟ قلت لي الحمد لله أموري كلها زوينة في الدار. ساليت نهاري وبغيت ننعس مرة أخرى. جاني في الحلم وقال لي شنو اللي بغيتي من عندي. دابا بديت كنجاوبو في الحلم وقلت ليه بلي أنا بغيت ولاد، وقلت ليه بلي أنا ما تيوليوش عندي الولاد وخايفة راجلي يطلقني وخايفة حتى من المشاكل اللي كتوقع بيناتنا. قال لي الأمر سهل بزاف وانا نقدر نحقق لك داكشي اللي بغيتي، ولكن خاصك تزوجيني وتقبلي بهذا الشيء. وإلا قبلتي ولا ما قبلتيش انا غادي نكون راجلك. قالت لي لا، راجلي ما يرضاش وهذا الشيء ما غينفعش بيني وبينك. قال لي الزواج بيني وبينك غيعرف به غير ما غاديش يعرف به حتى واحد، وحتى واحد ما غيسيق لينا الخبار. ورجلك انا غنولي شي حاجه وانا غادي يولي يعرف باللي انا هو راجلك. بدا كيتهاجم عليا فجأة. قاومت بكاع القوة اللي عندي اللي هجم عليا، والحمد لله والشكر نط من الحلم وقلت الحمد لله هادشي حلم وماشي حقيقة. ونفس الشيء ما قدرتش ننعس حتى الصباح. النهار الثاني كملت كاع شغالي ديال الدار وما عندي ما ندير في واحد الوقت. احتاجيت شي حوايج جبتهم من برا ورجعت للدار، درت ماكلة ديالي حوايج غسلتهم، كملت هاد الحوايج كلها وجا الليل ونعست. فهاديك الليلة اللي نعست فيها جا وهاجم عليا مباشرة بلا إنذار. كنت في الحلم ولكن كنت كنحس بحال إلا فايقة في الحلم، يعني ماشي ناعسة وماشي فايقة. مورا ما دار فيا هادشي، دار داكشي اللي بغاه بزز، يعني بالإكراه. اللي متبعني راه عارف شنو دار. كتقول كنت كنقاوم وما قدرش، في الاخر غير ذكرت الله وهو رجع من عندي. كان كبير بزاف حتى خلى علامات على الجسد ديالي. نط من الفراش مخلوعة وحتى على عنقي وبلايص من الجسد ديالي. نط وقلت الحمد لله كنت غير في الحلم وماشي حقيقة. شنو هادشي اللي تيوقع ليا؟ ولكن ملي مشيت للحمام وغسلت شفت في العنق ديالي لقيت آثار موجودة على العنق ديالي وعلى يدي، يعني الآثار اللي كانت في الحلم لقيتها هي نيت. حتى على رجلي. كتقول عرفت بلي هذا الشيء ماشي مزاح بالمرة، يعني وأنني دخلت في مشكلة وورطة كبيرة بزاف، وهذا الشيء مشاكل كبيرة واللي كيعاود الكرة عليا في كل مرة كدوز عليا وكنعس فيها. وليت ما كنقدرش ننعس وليت كنخاف يجيني. قررت نولي ننعس في النهار باش ما يجينيش، وما كنتش كنعس في الدار بالمرة.
كنت كنمشي لدار الأهل ديال راجلي وكنعس عندهم، كنقول ليهم عييت من الشغل وكنمشي ندخل للغرفة ولا الصالون وننعس. مع العلم كنسمعهم كيهضروا عليا بزاف بالكلام، ولكن كنخاف ننعس في الدار. وليت كنعس ولكن ما كنحملش ننعس كاع، خاصني نرجع للدار وما عرفت شنو هو داكشي اللي كيرجعني. في المغرب وليت كنرجع للدار، بقيت 3 أيام وأنا ما كنعسش في الليل بالمرة. كنعس في النهار ومن بعد واحد النهار رجعت للدار في الليل وأنا قاعدة في الغرفة، شعلت التلفازة والأمر عادي بزاف. الضوء ديال الغرفة بدا كيشعل وكيطفى بوحدو. بقيت كنشوف فيه، قلت ربما الضوء خاسر وغادي يتحرق. ومن بعد طفى الضوء في الدار كلها، يعني ما بقى عندي الضوء في الدار شاعل بالمرة. عرفت بلي الضوء تقطعات في الدار في داك الوقت. طبعا سمعت صوت قوي بزاف في الكوزينة في المطبخ ديالنا. ملاحظة، هذه ملاحظة صغيرة: الحمام والمطبخ ديما كيجي الجن وكيدير فيهم أصوات. الحمام طبعا معروف بلي هو بلاصة ديال الجن، والمطبخ ماشي بلاصة الجن بالمرة، ولكن فيه أدوات يقدر يحركها بكل سهولة. يعني شي الحاجة سهلة، حيت كل جن عنده قدرات خاصة به يقدر يديرها. نرجعو للقصة. كنت كنسمع الصوت ديال الطباصل، ولا كنسمع الخزانات اللي كاينين كتحل وكتسد، والثلاجات حتى هي كتحل وكتسد. ومن بعد بدات كطيح عليا حوايج في الدار. خفت نوض من بلاصتي ونمشي نشوف، خفت شي حاجة خايبة تكون في الدار. من بعد سمعت الصوت كيعيط ليا من المطبخ وكيقول لي اجي، مالك خايفة؟ راه وليتي مراتي. من بعد هاد الكلام رجليا وليت ما كنحسش بهم، كما كيقولوا خوتنا في الخليج: صار جدها ام الركب. وليت ما قادرش نتحرك، كنحس بلي رجلي وحده كتخبط في وحده وفقد السيطرة عليهم بالمرة. من بعد الباب كانت مسدودة عليا، قلت الحمد لله الباب مسدودة وما كنحسش بداكشي اللي تيوقع على برا. مازال ما كملتش الكلام اللي تنقولو في الداخل ديالي، تحلت الباب وشفت واحد الشخص واقف في الباب. يمكن هو ولا ماشي هو ما عرفتش، ولكن مد راسو وشاف فيا. اول ما انتبهت ليه وشفت فيه، رجع سد الباب واحد السدة قوية بزاف بالجهد، وشعل الضوء في الدار كلها. طبعا ملي شعل الضوء في الدار كلها، في ديك اللحظة حسيت بحال إلا تولدت من جديد ولا تنقدت. وقلت صافي، ما حد الضوجة، الحل الوحيد هو نشعل القرآن في الغرفة. مباشرة شديت التليكوموند ديال التلفازة وبديت كنقلب على قناة فيها القرآن. وقلبت دغيا وكنقلب على القناة المجد، ولا شي قناة من هاد القنوات اللي كيكونوا فيها القرآن، تكون فيها القرآن 24 ساعة. ولكن وانا كنقلب في القنوات ومازال ما وصلت ليها، تضربت يدي بشي حاجة ما بانتش قدامي. طاح التليكوموند من يدي وكانت الضربة قوية بزاف، بحال الا شي واحد ضربني بشي خشبة ولا شي حديدة على يدي. من شدة القوة ديال الضربة غوت وطاح التليكوموند في الأرض وتهرس بوحدو. من بعد سمعت صوت من برا كيهضر معايا وكيقول لي: انا ما جيتش علاش خايفة كاع؟ قال لي: انا ما خايفش منك ودابا غنبان ليك. من بعد غبر الصوت بالمرة، بقيت قاعدة كنهضر مع راسي وكنعيط ليه باش يخرج، حيت وليت امام الامر الواقع وما عرفتش شنو ندير. من بعد قلت ما حد ما قدرت نشغل نشغل التلفازة نخرج القرآن، ما كاين غير حل واحد: نوض ونصلي. كتقول مشيت للحمام، بغيت نتوضا ونصلي، حليت الماء اللي في الحمام، واول ما مديت يدي على الماء بحال الا عافية نازلة من يدي من شدة السخونية ديال داك الماء. سخن بوحدو. اول ما حليت الباب ديال الحمام بغيت نخرج ونرجع للغرفة، حيت ما قدرتش نتوضا كاع. لقيته واقف قدامي في باب الحمام، وهو اسمر وبالشكل اللي شفته في الحلم، ولكن هاد المرة بحال شوية كان
منظم، بحال كيف كنت كنشوفو في الحلم. شخص طويل بزاف وأسمر، وجسمو عريض بزاف من الفوق، يعني بحال الرياضيين. وقف وقال لي: صافي، أنا غادي نبقى معاك طول العمر، غير غتجي معايا في البيت، من موراها غادي تولدي وغترتاحي من هادشي، وراجلك غادي ينساك. أنا غادي ناخد داكشي اللي بغيت، وانتي مراتي وحلالي، وضروري نديرو هادشي. من بعد شد ليا يدي وحسيت براسي تخربقت. كنت مهزوزة وأنا غادية معاه. كان غادي بشوية. المسافة بين فين كنت ناعسة والحمام مسافة 6 ولا 7 مترو. هاد 6 ولا 7 مترو ولات بحال سنة في المشية. غادي بشوية وشدني في واحد اللحظة، حسيت براسي وطلقت يدي من عندو. وأول ما بعدت يدي من عندو باش نتحرر منو، قلت ليه: بعد مني، أنا ما بغيتكش، وأنا ماشي مراتك، وأنا جبتك بالغلط. بهاد الكلام ضربني واحد الضربة قوية بزاف على راسي، والضربة اللي كانت مجرد ضربة عادية، ولكن خلاتني نفقد الوعي حرفيا. ولكن ملي فقدت الوعي كنت كنحس بكلشي كيوقع، وعينيا والله العظيم محلولين. داكشي اللي كتعاود هزني من الارض بلا يديه بلا والو، دخلني للبيت. كنت غير كنغوت، بغيت نتحرك وما ما قدرتش كاع نتحرك. حتى دابا كنتذكر الريحه ديالو اللي خايبه بزاف، وكنتذكر العرق ديالو اللي كان كينزل من الجسم ديالو عليا. وحتى دابا كنتذكر السخونيه اللي ولات في جسمي قبلو وبعدو. من بعد دار داكشي اللي بغاه معايا وغبر عليا تماما. ملي فقت من الحلم، ولا ملي فقت من الغيبوبة اللي كنت فيها، لقيت راسي بلا حوايج من مرة في الناموسية بوحدي، والحوايج ديالي كانوا مليوحين في الأرض. بقيت كنحس براسي: واش أنا اللي حيدت الحوايج ولحدهم؟ واش هادشي اللي شفت حقيقة ولا غير خرافة؟ والحوايج اللي وقعوا في الدار كاينين، ولا كنت عايشة فترة حقيقة ولا وهم؟ اللي قلت لكم ولا الأمر كيتعاود عندي، وليت ما كنمشيش بالمرة للدار الأهل ديالي، وراجلي معايا في الدار ومرتاحة في الدار. وكنت أنا ما بغيتش هاد الشي يوقع ليا، ولكن في نفس الوقت وليت أمام الأمر الواقع. وبيني وبينكم بحال إلا تقبلت الوضعية اللي أنا فيها، وأكيد غادي يولي عندي ولاد، وكما قال هو الجن غادي يأثر عليا بشي حاجة، وما كنتش كنخون راجلي. هاد الكلام اللي كان كيقول لي، طبعا وليت كنعس في الدار وكيجي عليا يوميا. واحد النهار كنت ناعسة وعيانة من الشغل ديال الدار، حيت راجلي غادي يجي نهار التاني. نظمت الدار ديالي كلها ونظفتها، الدار كلها تقريبا، يعني حتى الزليج مسحته، وما خليت حتى شي حاجة ما درتهاش. كنت عيانة وقت اليوم خفيف ننعس ونرتاح. مشيت ونعست خفيفة حيت كنت عيانة بزاف من الشغل. بقيت كنقلب وما ارتاحيت حتى نعست على كرشي. ملي نعست على كرشي فقت على واحد الصوت بحال ديال شي حد كينهد وعيان، ولكن كنت بين النعسة والفيقة. ما عرفتش بلي كاين شي حاجة حدايا. كملت النعاس ديالي عادي. حسيت على ظهري تلاقى ظهر بظهري، نزل تحت ظهري وحيد ليا الحوايج اللي لابسة، ودار داكشي اللي بغاه وانا ناعسة. حسيت باللي جسمي تكبل بحال الا بشي سلاسل مكبلاني، كيحكم فيا كيف ما بغا. وملي سالا كلشي من وانا ناعسة في النعاس ديالي، قال لي: مبروك عليك الحمل. طبعا النهار الثاني ملي جا راجلي فرحت بزاف. فرحت بزاف بالجهة ديالو. من الجهة ديالي توحشتو، من جهة بلي داكشي اللي كان غيطفى. ولكن للأسف خابت الظنون، ووقع الشيء المعاكس تماما. خليت راجلي ما يقربش ليا، كان متشوق وبغاني وجا الليل وما قبلتش بالمرة، وانا وراجلي كنا ناعسين في نفس الناموسية. النهار الثاني ملي نضت في الصباح، طبعا جاني كيف العادة، وراجلي كان حدايا. كان هو كيدير داكشي وراجلي حدايا، ولكن ما نقدرش
نفيقو بالمرة. واحد النهار راه جه قال لي: لاحظت عليك باللي راكي كتعياي بزاف في الدار، عرفتي باللي الليل حتى وانتي ناعسة كنتي كتنوحي وكتخرجي شي أصوات غريبة بزاف. كنت كنوض وكنشوف فيك، كنشوفك مرهقة وعيانة بزاف، ولكن ما بغيتش نوضك، ما عرفتش علاش. الكلام ديالو خلاني نبكي. قال لي: مالكي؟ قلت لي: انا ما عنديش ولاد. ورجعت للمربع اللور اللي كنت كنقول ديما تيوليو عندي ولاد، وعلاش ما تبغيش تزوج عليا. وهاد الكلام كنت كنقولو ماشي من قلبي بالمره، يعني الغرض باش نخلي راجلي يشاركني فيه مره اخرى. طبعا داكشي اللي وقع معايا في الاخر ولا تينتبه عليا باللي ما كنخليهش يقرب ليا بالمره. بدا يقول لي: كيفاش غادي يكون عندك ولاد وانت ما كتخلينيش نقرب ليك؟ المهم من بعد واحد النهار جا راجلي للدار، تاخر برا. اللي رجع وانا كنت ناعسه نط، اللي لقيت في الجسم ديالي اثار قويه بزاف من هاد الجن اللي جا عليا. وهاد المره مارس معايا داكشي بعنف قوي بزاف، وخلى عليا اثار باينه وواضحه حتى على وجهي. ملي جا راجلي وشاف هادشي نهار ولا عصبي بزاف، وظن بلي انا خنتو، وبدا تيقول: دخلتي شي حد للدار وانا ما كنتش. بدا كيتهمني بشي حوايج انا ما درتهمش. طبعا انهارت بالبكا وما عرفت شنو ندير. سولني شنو وقع، عاودت ليه كلشي اللي وقع ليا، وقلت ليه بلي كيجيني واحد الشخص هكا وهكا واش داير اش داير، هو من الجن وسميتو فلان. راجلي بقى شاد راسو وما عرف شنو يدير. طبعا قال لي: بقاي في البيت. وخرج، وملي خرج شويه ورجع قال: لا انت ما فيكش الامان اصلا. قفل عليا الباب ديال البيت، بقيت في الغرفه وهو ما عرفتش فين مشى. الوقت ولات في الليل، صونا عليا في التليفون، عطيته الرفض. من بعد طفى التليفون، ما عرفتش فين مشى. انا جالسه في البيت، الجن قال لي: انا دابا نقدر نديك ونقدر نقتلك ونقدر ندير لك كلشي. بقيت كنقول ليه: لا ما دير لي حتى شي حاجه. المهم ضربني واحد الضربه قويه بزاف وفقدت فيها الوعي. بهذيك الضربه قال لي: الى هذاك الشيء اللي غادي يمشي يديروا راجلك الحقيقي، غادي غادي تكوني اكيده بلي انت وراجلك غتكونوا ميتين. انا ما عرفتش اصلا فين مشى. من بعد تحول من هاد الشكل اللي كنت كنشوفه لشخص الغريب، نقدروا نقولوا ولا انسان. تحول لشي حاجه كحله بزاف. طبعا راسو كان راس ديال الديناصور، والجسم ديالو جسم ديال انسان. ما تفهم فيه والو. وقف عليا بواحد السرعه جنونيه، واول ما وصل ليا بحال الا غبر واختفى. ومن بعد غمى عليا وفقدت الوعي تماما. وما فقت حتى راجلي كيفيقني وكيقول لي: نوضي نوضي نوضي. قلت لي: بصح راك معايا؟ طبعا ملي نضت معاه كانت الدنيا الصباح والساعة 9، يعني الليل كله. ما رجعش للدار. فين كان؟ ما عرفتش واش مشى لدارهم ولا فين. المهم لقيت واحد الشخص جالس لتحت في الصالون، كان لابس جلابة وقميص بيض. شخص عادي بزاف. بدا كيقول لي: يا بنتي شنو داكشي اللي استعملتي؟ سولني وكنجاوبو. قلت ليه: انت شكون؟ قال لي: ان شاء الله بنتي انا هو الشريف الفلاني، فلان بفلان. بدا كيقرا عليا ايات من القران. ملي قرا عليا ايات من القران حسيت بالحريق وكنت في صدري. وبدا تيقول لي: شنو كتحسي بيه؟ قلت لي: بشي حاجه قويه بزاف، الصدر ديالي كتحرقني. من موراها وليت ما بغيتش نسمع القران كاع. بديت كنغوت وكنصيح بالجد، وكنصيح نعلن اليوم غادي نقتلكم. انت وراجلك بجوج غنقتلكم. داك الجن هو اللي كيهضر فيا. بديت كنهضر بصوت عالي بزاف. طبعا بدا كيزيد اكثر واكثر في قراءة القرآن، وانا كنصيح وكنخبط. ودرت يدي على ودني باش ما نسمعش، ولكن كان الصوت كيوصل ليا بوضوح وما عرفت شنو اللي وقع.
نط ولقيت هو وراجلي جالسين. قال لي الحمد لله على السلامة، كان فيك مس من جن عاشق. طبعا نط كنهضر مع راجلي وكنقول ليه شنو اللي وقع. قال لي انتي خرجتيه من بلاصتو وهاد الحوايج كيوقعوا، ولكن شنو سبب المس؟ شنو السبب المس بالضبط؟ قال انتي اللي جبتيه وانتي اللي طلبتي من عنده هاد الشي، وماشي هو اللي جاب بوحدو ودار لك مس، انتي اللي بغيتي. قلت ليه ما عرفتش، انا ما عاشرتوش وما عرفتش شنو اللي درت. من بعد قررت باللي غادي نقول الحقيقة. ما حد هو اللي نقدني. قال لي انا بغيت يكون عندنا شي ولد، شي طفل، باش انت تسعد معايا وترتاح في حياتك الزوجية معايا، ولكن ما قدرتش ننجح في هذا الشيء. ولجأت للساحر على الانترنت وهدرت معاه ودرت هذه الطريقة اللي طلب مني. طبعا لهنا انا غنسالي القصة، ولكن الكلام اللي غنقوله مهم بزاف. الكلام موجه لاي بنت. الا انت الى حد الان ما جاوكش الولاد، ما تزربيش وتمشي عند شي ساحر. الا انت ما عندكش ولاد، ما تزربيش وتمشي. والا انت رزقك محدود، ما تمشيش عند السحار بالمرة، حيت كاين شي واحد أحسن من السحار، وهو رب العالمين. هو اللي تيعطيه واللي تياخد سبحانه. داكشي اللي وقع لهاد البنت من التحليل ديالي وهادشي صحيح 100%. كاينين سحارة اللي كيستدعيو الجن المهام، كيطلبوا منهم الجن شي حوايج أخرى، وكيطلبوا يمارسوا علاقة جنسية مع شي بنت ولا شي حاجة. هو أكيد ما غاديش يجيب ليه، ما يقدرش يجيب ليه شي بنت هكاك. كيستغل الأمر اللي جات عليه. وأغلب هاد الأمور كيديروها السحارة اللي في الانترنت. كتمشي عندهم وكتقول لهم بغيت نتزوج، كيقول لك هذا طلسم كذا وكذا، شربيه ولا بخريه. انت انت كتحضري الخادم ديال السحر ديالو، وانت ملي غادي تستدعي هاد الجن غادي ياخد من عندك وغادي يمارس عليك، وغادي يولي المس العاشق مدى الحياة. وهاد المس انت اللي حضرتيه، وصعيب باش تخلصي منه. وهنا النهاية ديال القصة، ونتمنى يحفظ الجميع من هاد المشاكل. واللي غدا وإلى غدا مع حلقة جديدة وفيديو جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا محبين القصص، وما تنسوش اللايك.